رعى الله الحجاز وساكنيه وأمطره العريض المرجع وأخصب روضة ملئت وفاء ومرحمة وإحسانا وحسنا ويمنا رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواه ليالي رمضان في كل مكان لها طعم، لكن في الحجاز طعمها غير. ليالي فيها فرحة، ليالي فيها بهجة، ليالي فيها ألفة. تبغوا تعرفوا ليش طعم رمضان في الحجاز غير؟ يلا تعالوا احكي. في رمضان الليالي فيها متعة في كل أوقاتها، من الفجرية للمغربية، وفي كل مكان فيها، في البيت والحارة، حتى في البسطات الشعبية. حتى السفرة فيها غير، تلاقي هنا فول مبخر، وهناك بوريك في صينية، وفي النص شربة حف زبدية، والحلا تطلي وساقدانة ومهلبية، والمشاريب سوبيا وزبيب وزمزم مبخر في طاسة مقرية. في رمضان الأب تشوفه في سر الفول والشريك في العصرية، وفي المسا تشوفه على المركاز ياكل منفوش ومهجمية، والأم مسكينة تصحى من الظهرية وتجلس تلت وتعجن وتفرد في الصينية، ويا ويل أحد يقرب منها في المطبخ ساعة المغربية. يا عيني من التعب أخلاقها تضيق وتصير تجارية، لأنه وقتها تكون حايسة وما تبغى أحد يصرفدها ويجيب لها العصبية. أما الجدة الله يخليها تلاقيها في ركن المجلس قاعدة تصفي السوبيا بغترة بيضة وتحبك فيها وتخليها 100. والجد الله يطول عمره جالس هديك الجلسة اللي هي شغلته بس يأمر وينهي ويزعق، ودي هذا يا سراج وجيبي هادي يا صفية. والبنت تبخر كاسات التوتوة بالمستكة وتعبي التمرية. أما عمنا الواد بس فالح يولي على الجمرة ويرميها وسط الفول ويرش السمنة البرية. والجارة ترسل مع بزورتها طعمة لجارتها شوية دواقة في صحن ولا في مطبقية. أيام وليالي فيها حاجات حلوة وعتقية. في رمضان لازم تشم في البيت ريحة بخور المستكة، ويكون الكل متجمعين ومبسوطين وحالهم حشتكة وأمورهم كلها مرستكة. في رمضان تلاقي في الحارة هنا عم حسن واقف عصاج لابس الغبانة زي التاج، يسوي صحن كبدة مفلفل وبعدها يزيدك بشوية لحم مقلقل. وفي نص الزقاق هناك تلاقي بسطة بليلة وشرشوا، وعندها الناس ياكلوا ويتهرجوا. وفي كل ركن من أركان الحارة تلاقي البزورة يلعبوا فرفيرة بمهارة. في رمضان تلاقي الحواري كلها بسطات، وكل الأزقة تشوفها مشرعة بعقود اللمبات، والناس مبسوطة وكل البيوت فيها جمعات. وفي المراكيز والدكات تشوف الشباب والعجايز مسوين بشكات.
في رمضان الحياة في الحواري والأسواق جالسة للفجر، وكل الناس سهرانة ومتونسة طول ليالي الشهر. عرفتوا دحين ليش رمضان الخير في الحجاز غير حجاز غير حجاز غير. زي ما انتم عارفين شهر رمضان شهر خير وبركة، ودائما ما شاء الله تبارك الله في رمضان تتغير العادات وتتغير حتى سلوكيات الناس تتغير في رمضان. يعني بالذات في رمضان ايام زمان احنا كنا في نوع من التعب على انه ما كانت في مكيفات وكانت الاضاءه برضه بسيطه، فهذه من المعاناه اللي كنا نعانيها. يعني شوف من ميزه الشربه هذه يقول لك هي تنشط المويه، فيها اشياء تنشطها سبحان الله مع الماده الفخاريه هذه. والحلو في الشربه ان لما اي هواء يجيها تبرد لك المويه اللي جوا. وطبعا الحمد لله من فضل الله احنا متعودين نبخرها للشراب هذه، ودائما نغسلها وننظفها ونحط لها مستكه، فلما تيجي تشرب المويه ولا نحط لها زمزم بالمبخره يعني تطعمها طعم ثاني مو زي الطعم العادي. وهذا الشيء اللي برضه افتقدناه في الوقت الحاضر. فاحنا بنحاول انه نقرب اشياء قديمه ونرجعها لايامنا هذه عشان لما يجون الزوار هنا عندنا يشوفوا هذه الاشياء، وبالذات يعني الاشياء هذه طبعا زي ما انتم عارفين يعني ما عادها زي الاول. كانوا يبلوا الشراشف ويحطوها على الشباك عشان الهواء بارد. عشان احنا جينا جات شويه المراوح شويه تقدمنا بالعمر دخلت المكيفات. المسحرات عندنا واحد كان اسمه عم يحيى حلنقي، هذا كان يمر على كل بيت ما شاء الله تبارك الله ويقعد يناديهم بكل واحد باسمه، فينادي يقول يا نايم وحد الدايم مساك الله بالرضا يا احمد، مساك الله بالرضا يا الشيخ فلان، فهي كل واحد يسمي باسمه. يوقف عند الباب ويصحيه ويقول له قوم يا يعني وقت السحور، وبعد كده يكمل يشودته ويروح على البيت الثاني وعلى البيت الثالث وانت ماشي. بذوق عندنا طيب عنده وطن مع الخدمينات الفاتي وياكل لك حبه حبه هنا المفروك حبايب حلي حلي والله انتم حكمتوا بطل طيب وقريب حبيب حلي حلي وعلى عسالي قريب ذوق وبارك ذوق يا ناس عسل على ابو احمد حسن بالكمون وبقينا بالحومه وبقينا بشطه العناب. هذه هي الأجواء الرمضانية في الحجاز. إذا عجبتكم اعملوا لايك. واحدة ثانية. أكشن. هذه هي الأجواء الرمضانية في الحجاز. إذا عجبتكم اعملوا لايك. بعد ما احنا نخلص عبالة كذا عارف؟ يعني ممكن إنه ما تطلع الحين أحسن. لا مجرد ما نخلص لا. يعني انت طبيعي. يلا صلاح الدين واحد عندك. مجرب تطلع مجرب. الله اتحداك تجيبها من الفتح. اتحداك.